لدرجه ان ممكن حد يقف جنبه يكلمه وما يحسش بيه من كتر ما هو مركز. في الفلو ستيت انت بني ادم خارق، فانت محتاج في اوقات كتير توتر نفسك. احنا مم. متاخرين، احنا وحشين، الشخص الفلاني ده عمل نجح في سنه، اذا هو ملوش غير الرهان التاني، هو لازم يقع على جدور رقبته. السلام عليكم. بدايه يوم سريعه شويه. عندنا النهارده تصوير مع سيف بره للبيرسونال براند بتاعه او يعني الكونتنت بتاعه. المفروض ان يوسف هو اللي بيقوم بالدور ده، بس هو للاسف النهارده مش موجود في تصوير تاني بره، فنحاول ان احنا ناكت از بيرسونال براند اركتكت. كمان استغل ده في ان انا اساله شويه اسئله للفيديوز اللي انا بعملها. في حاجه مهمه قوي كنت عايز اساله فيها، وهي حاجه اسمها الفلو ستيت. الفلو ستيت دي حاله كده عامله زي ان الشخص وهو بيشتغل بيبقى مركز بكل حواسه، يعني لدرجه ان ممكن حد يقف جنبه يكلمه وما يحسش بيه من كتر ما هو مركز. ولو حد مثلا عدى قعد شويه ومشي هو ما ياخدش باله بسبب ان هو مركز جدا. ممكن نسميها مثلا حاله الخشوع او التجلي في الشغل يعني. وانا لاحظت ان سيف بيعمل ده كتير، فقررت ان انا اساله عنها. برضو كده كده في اسئله تانية هسالها له، فيلا بينا. دلوقتي في حاجه بلاحظها معاك انت تحديدا او في الشركه عندنا، ان الناس دايما بتسعى لحاله الفلو. انا بصراحه كنت سمعت عنها قبل كده، بس ما احتكتش بيها قوي ولا شفت ناس كتير بتتكلم عنها او بتعملها. اصلا انت كنت عارفها قبل كده ولا حد قالك عليها؟ وبتعمل ايه عشان تقدر تخش في الحاله دي، وبتفيدك ازاي اصلا في الشغل؟ كنت عارفها، مفيش حد كان عارف حاجه كلها. يعني بننزل فاضيين، فاهم. انا سنه مثلا 2018 ما كنتش اعرف الكلمه، المصطلح نفسه ما كنتش اتعرضت له. فمن انغماسي في ماده علميه معينه، عشان كنت بطلع برودكت معين، خبطت في الجزء ده وغصت جواه شويه. فمن 2018 ابتدى يحجز فولدر معين في دماغي. ده بيفيد ايه؟ ده كل الموضوع. عارف لما يتقال على حد انه في حاله تجلي، اللي هو الحاله اللي بتجي لك دقيقتين ثلاثه فانت يطلع منك عظمه، هي دي الفلو ستيت. تخيل بقى ان ده تبقى انت بتمانجه وبتتمرن عليه وبتزود قدره دماغك في الوصول ليه يوميا، بدل ما هي 10 دقائق في اليوم تجلي والباقي بيسموه ديفولت نتورك سيستم في الدماغ كده، اللي هو سيستم، اللي هو السيستم بتاع اللي هو على الهادي. انا بسميه سيستم على الهادي، اللي فاهم. هو اللي هو لا مش تبقى شغال بس مش شغال تاسكات صعبه، تبقى بتذاكر فبتستهلك كونتنت سهله، ما تحركش دماغك. لا، قاعد اعمل كده ديفولت نتورك. الفكره في انت مرنت دماغك تقعد في الستيت دي قد ايه. في الفلو ستيت انت بني ادم خارق. في الفلو ستيت انت عامل زي باباي لما بيشرب السبانخ. فهي الفكره كلها بقى تقدر تعيش يومك كله هناك. ده طبعا شبه مستحيل، شبه مستحيل من كتر ما احنا ضعاف كبشر، الثقافه والحياه اللي احنا عايشينها. فانت المفروض تبقى بتسعى ان اتليست مثلا 3 ساعات 4 ساعات من يومك انت في الفلو ستيت. ده كتير جدا. ده انت لو عملته ما تحتاجش تشتغل تاني في اليوم. يعني 3 ساعات شغل فلو ستيت باليوم، روح بيتكم. وانت هتشوف ده ماديا، هتشوف ان هو ايه ده، انا الناتج يساوي شغل اليوم وانا عدى 3 ساعات. هروح وانا مفتخر بنفسي، وانت هتبقى كده ذكي جدا. فالفكره كلها ان دي بتبقى حاله التجلي اللي بتوصل لها الدماغ لوقت معين. تمرينتك انك توصل اصلا للحاله وانك تزود الوقت المعين بتاعها ده. وكلمه السر هنا، حتى اسم العالم نفسه اللي مطلع الموضوع محفور في دماغي من 2018، 8 سنين ما اتشالش. حتى هو اسمه مهالي تشيكسن مهاي، فاهم. ده اللي طلع نظريه الفلو ستيت، اللي هي مبنيه على كتله حرجه، سويت سبوت ما بين توتر والملل. ايه ده؟ يعني انا محتاج توتر. يعني نقطه الفلو ستيت دي كأن عندك كيرف كده او خط. اول نقطه فيه هي 100% ملل، اخر نقطه فيه هي 100% توتر. نقطه الفلو ستيت في النص. فانت محتاج في اوقات كتير توتر نفسك، ولو وترت نفسك ازيد من اللازم مش هتوصل. شوف قد ايه الموضوع دقيق. فانت محتاج تلعب العاب نفسيه مع نفسك عشان توصل لحد التوتر المفيد اللي يخليك عامل كده، بس مش بطريقه اوفر لدرجه انك انت تنهار بعد ربع ساعه ولا نص اللي هو ساعه. مش بانيك اتاك، بس انا بتوتر عشان عايز اعمل حاجه. بالظبط، اللي هو متوتر فواصل لدرجه تنشن عاليه جدا، وفي نفس الوقت راسي ومش على بعضك ومش على بعضك. فانت من هنا انت هتبتدي تشوف بقى، هتبتدي تحاول توزن الحاجه اللي فيها توتر عالي هتحقنها ملل، والحاجه اللي فيها ملل عالي هتحقنها توتر، لحد ما تظبط نسب الاتنين دول في دماغك. هتلاقي نفسك دخلت في الفلو. الناتج ده زي ما قلت لك كده، انت بتشوف ان هو عارف لما حد تيجي حاجه تقع فيمسكها فتلاقيه بعدها عامل اللي هو بيشوف نفسه اتحول لسبايدر مان ولا لا. انت بعد ده هتشوف نفسك اتحولت لسبايدر مان ولا لا. انت اللي هو هتبص لجسمك كده اللي هو ايه ده، عملت ده في ده، عملت الناتج ده في ساعه الا ربع. هتيجي تعمله بقى تاني هتلاقيه ما بيتعملش. ليه؟ انت مش متمرن. يعني انت اللي مش متمرن ده يعرف يشيل وزن صح، لكن يقدر يشيل وزن 6 مرات ورا بعض في 6 تمرينات؟ لا،
هيتعب، هيقع منك، فاهم؟ فانت تقدر، اي حد يقدر يوصل للفلو ستيت لبضع دقائق. انت تبقى محترف لو بتوصل له لبضع ساعات، وما بين الجمله دي والجمله دي سنين. يعني انت الطبيعي العادي لاي حد بس لو ركز وقرا وقعد مع نفسه يعرف لدقائق يوصل للستيت. تمرينتك بقى عشان توصل انك بتعمل ده ساعات، انت هتقعد فيها سنين. انا هنا بشوف دايما عشان كلمه سنين دي لما باجي اتكلم معاك في حاجه بتقعد تسقطها على سنين، تقول لي 10 سنين، في حين ان اغلبيه الناس وانا واحد كنت منهم اللي هو انا عايز في 3 شهور اغير كل حاجه، عايز في شهر ابقى اتعلمت المجال ده وابقى بروفيشنال فيه. دي منتاليتي متفيرسه من العالم الراسمالي المتعفن. يعني ده اتغرس في اجسامنا واحنا ما عندناش مناعه تعرف تتعامل معاه. ليه؟ عشان احنا متصدر لنا صورة عن الحياة، صورة ملهاش علاقة بالحقيقة بالفطرة. احنا متصدر لنا ان الناس كلها بتجري وبتسبقنا، فاحنا لازم نجري ونسبق، احنا متأخرين، احنا وحشين، الشخص الفلاني ده نجح في سنة، انا ازاي ما انجحش في سنة زيه؟ كلها حاجات رأسمالية متعفنة مغروسة في دماغنا بلا اي سبب ولا اي داعي، غير ان احنا سيبناها تدخل دماغنا. يعني حتى كنت بشوف الانبياء مثلا، مش هنقارن نفسنا بالانبياء، بس هم مفيش واحد فيهم تقريبا بعث او الرساله راحت له غير لما وصل 40 سنه. ده مثلا دي علامه مهمه جدا. ليه؟ لان يعني اصلا انت يعني ال 40 سنه دي خط بدايه الحكمه. ده هيبدا لسه البدايه، هيبدا الدعوه، فاهم؟ هو بس يا دوبك عدى الحد الادنى من الحكمه اللي تخليه قادر يمسك دماغه، ودي من خلقه ربنا. فانت اصلا بقى كل حسابك لنفسك في التقدم والنجاح والاتشيفمنتس اللي هو قبل ال40 ده بيبقى تغفيله. ليه؟ لانك اصلا لسه ما فهمتش ايه الحياه المفروض تتعاش ازاي اصلا بقى. ما دي حاجه بتبقى صعبه، متغفل في صعب حاجات تقبلها غريبة. جدا. قاعد متغفل في ان هو لا ده انا لازم اخد شهاده، لا ده انا لازم يبقى معايا شغل ثابت عشان اتقدم، وابو خطيبتي ما يبقاش باصص لي بصه وحشه، انا لازم اسكن في حته معينه، انا لا. كلها حاجات مغروزه في دماغنا راسماليا بدون اي داعي، وبالتالي مشوشه السيجنال الحقيقيه، السيجنال اللي بتقول لك انت مش مطلوب منك غير انك تعيش. بس اعيش وابقى حلو كده، بس مش مطلوب مني اي حاجه. اللي بيعمل ده بينجح، فاهم؟ انت مش مطلوب منك تنجح، انت مطلوب منك تعيش حلو. واي حد بيعيش حلو وبيعيش صح لازم ينجح، الا ان يشاء الله، الا اذا كان كده موضوع النجاح ده بيبقى مختلف من شخص، يعني مفيش حاجه معينه بنقيسها بيها. بالظبط. فهو انك تنجح انك توصل للي انت عايزه بدون ما تكون ميت، بدون ما تكون محروق. ان كل واحد يوصل للي هو عايزه، حتى لو اللي هو عايز يوصل لاسكندريه، هو ده النجاح بالنسبه له، اللي هو مسافه ساعتين. حلو يا عم، مش وصلت اسكندريه وعملت اللي انت عايزه يبقى انت نجحت. وصلت اسكندريه جسمك متكسر يبقى انت ما نجحتش. طب انا لو في، خلينا نقول مثال، مثلا اخويا الصغير، لو انا عايز ان انا احط لاير كده، اخد لاير احطه في دماغه عشان اقنعه بحاجه زي دي، او ان هو انور له الحته دي في دماغه، ان هو لا، الحاجه بتاخد وقت، والحاجه بتاخد مجهود وفلوس وكل حاجه، وزي ما احنا قلنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، اللي هو انت محتاج مستعد تدفع كام عشان يرجع لك قد ايه. يعني انت بتتكلم اصلا مع واحد هو مش شايف اللي احنا بنتكلم فيه ده، هو مش شايف غير انه متاخر، وغير انه لازم بعد شهر لو حياته ما اتغيرتش فخلاص هو كده فشل. هو بيحاول في الحاجه يوم والتين وخلاص، ومش مقتنع بحته التمرين اصلا. يعني فكره انت تقول الفلوس دي نفسها محتاجه تمرين، وانا بقى كل حاجه محتاجه تمرين بالظبط. اصل ده ما حصل، يعني ما اتعلمتوش غير بعد ما الهبل اللي انا بحكي لك عنه ده تمكن من دماغي، فعماني، فخلاني اطلع لاعلى دور يمكن الوصول ليه، وقام منزلني على جدور رقبتي. ساعتها عرفت ان الله حق. فاي حد مش هيعرف لوحده يبقى ملوش حل غير انه يتهبد على جدور رقبته. ما انت قدامك حلين، يعني تهدي دماغك كده للحاجه اللي قدامك وتمسكها وتوجهها وتقومها، يا اما الدنيا هي معموله مخصوص عشان تربيك. فانت شوف انت عايز تختار ايه. انا كنت غبي كفايه ومغرور كفايه اني ما اقبلش اني اتعلم من حد عدى على نفس الحاجه بتاعتي. لا، انا عارف انا بعمل ايه، انا عارف الصح، انا عارف اللي انسب لي. فما كانش ليا حل غير اني اتلسع لسعه عمرها ما تمشي من دماغي، ان الدنيا اصلا كلها اصلا ولا حاجه، ان كل الاهداف دي ولا حاجه. انت المفاهيم دي انا ما عرفتش اجيبها غير وانا جايب قاع وخسران كل حاجه في حياتي. مع ان كان عندي ناس اللي هو ثوت ليدرز بسمع لهم،
تمام، كانوا بيقولوا ده وانا كنت بسمعه وما بديلوش ودن، اسمعوا لا فيديو ولا افكار كويسه، والله كنتش فاكر ان ده عمق في الحياه انا محتاج اتعب له عشان استوعبه بس مش عشان انفذه. فكبري خلى يبقى قدامي توجيهات واضحه، قدامي شرح واضح، قدامي كسر للزيف اللي موجود في الحياه وعرض للحقيقه والفطره، وانا اتجاهل كل ده وابقى شايف ان انا صح واني مش محتاج امشي على كلام حد، مش محتاج ادي ودني لحد واربع ايدي واقعد اتعلم. لما وصلت لدرجه الكبر دي عليت فوق قوي، تمام، ماديا ومعنويا. ليه؟ عشان ما كنتش هفوق الا لو اتهبدت هبده جامده. فانت لما تشوف شخص وتحاول معاه مره واثنين وثلاثه بطرق مختلفه، التعلم مختلف عند البني ادمين، كل واحد ليه طرق اكيد وستايلز، تمام. فانت جربت تتكلم معاه زي ما انا بتكلم معاك، جربت تجيب له فيديو من حد ثوت ليدر، جربت تديله تعمل له كام تاسك يبينوا له ان هو ضعيف، فاهم، اللي هو تكشفه قدام نفسه فهو يعرف. جربت طرق تعليم وتوجيه مختلفة ولقيت الشخص مش مستجيب، اذا هو ملوش غير الرهوان التاني بس. هو لازم يقع على جدور رقبته. فانت امتى توصل لحد ان التعب ممتع وان الانجاز مش ممتع وطعمه مش حلو؟ امتى هتوصل لحد ده؟ لازم يوصل للكاس، للميداليه، ويشوف ان هو ده انا وصلت لها بس انا حرقت نفسي، انا كنت بقالي سنه بأنب في نفسي وبفشخ في نفسي مش عارف ايه عشان اوصل للحاجه الفلانيه. فانا كده لا مني عشت السنه حلو ولا مني وانا معايا الاتشيفمنت مبسوط. استمتعت ومبسوط. طب ما هو انت بقى انت كده لما تثبت له ان الاتشيفمنت النهائي المادي اللي هو عايز يوصل له عشان الدنيا برمجته عليه، لما تثبت له ان طعمه وحش، ممكن ساعتها الاتنشن هيتشفت بقى على الرحله. ليه؟ لانه شاف بقى النتيجه طلعت ملهاش لازمه، لا، فساعتها هيركز قوي مع الرحله انه يعيشها باستمتاع. حلو. ولو قرر ده كل قراراته في الدنيا تختلف. هتاخد قرار انت نفس البني ادم بنفس السكيلز بنفس كل الظروف والمعطيات اللي حواليك. لو مقرر ان انا عايز اوصل لمليون جنيه هتعمل حاجات، ولو مقرر انك عايز تتبسط اكبر درجه انبساط السنه دي في وسط الشغل، انا عايز السنه دي تبقى اسعد سنه عليا لحظه بلحظه جوه الشغل. انت لو لعبت على الهدف التاني طريقه تفكيرك هتتغير، التفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل في دماغك هتتغير، قراراتك هتتغير، وبالتالي افعالك هتتغير بناء على القرارات، والنتائج هتتغير بناء على الافعال. جامد، شكرا.